السلام عليكم. لما نقول عايزين ناكل فراخ، بما ان الفراخ بقت غالية لازم نعملها بتتبيلة رهيبة. واحنا بقى بالنسبة لنا عملنا تتبيلات كتير في القناة وطرق كتير للتسوية، بس المرة دي التتبيلة والطريقة تحفة التحف. احب اعرفكم بنفسي في البداية، انا ايمان من قناة الشيف ايمان الميداني. اتمنى اللي اول مرة يشوف قناتي ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا معايا فرخة هنا 2 كيلو. تمام. غسلتها ونقعتها بمحلول النقع اللي احنا على طول متعودين عليه. وهجيب معلقه كده وهروح جايه مورقاها من تحت الجلد. مش حابه ان انت تعمليها بمعلقه، ممكن تعمليها بايديكي. تمام. بعد ما ورقتها كده وفصلت الجلد عن اللحم، هبدا انغز نغز عميقه في الصدر كده علشان إيه ادخل فيها التتبيله. تمام زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى سيبنا الفرخه وهنجهز التتبيله. معايا هنا حوالي بصلاية كبيرة. مفيش بصلاية كبيرة، ممكن يكونوا بصلتين وسط. هقطعهم بالشكل ده في قلب الكبة. وكمان قرن فلفل اخضر رومي. تمام، بس القرن الفلفل بتاعي هنا احمر شوية. وكمان هفرمهم فرم ناعم. تمام زي ما احنا شايفين كده زي الفل. هضيف بقى التوابل. معايا بهارات فراخ، ومعايا بصل بودر، وكمان توم بودر، وكمون، وفلفل اسود، والسبع بهارات من كنور. تمام. وما ننساش الملح. وهنعصر كمان ليمونية. تمام كده زي الفل. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تندمج جدا وتخش كلها في بعضها. هجيب هنا شوية بصل بقى وهعصرهم، لان انا محتاجة مية البصل دي في حاجة هقولكوا دلوقتي هحتاجها في ايه. نعصر شوية كده. بس كده زي الفل. هبدأ بقى اتبل الفرخة بتاعتي. شوفوا انا اول ما رحت اتبل دورت على الاماكن اللي انا مفتحة فيها الفرخة، علشان الفرخة تاخد من التتبيلة. وعلى فكرة انا تبلتها وسويتها على طول، ما استنيتهاش ساعة او ساعتين عبال ما تاخد في التتبيلة وتتنقع في التتبيلة، لان التتبيلة دي واصلة لحد العظم. ليه واصلة لحد العظم؟ لان احنا فاتحين بعمق في الصدر. تمام. عايزين تتبلوها من بالليل او تتبلوها قبلها بساعتين مفيش مشكلة، هتبقى احلى واحلى كمان. بس انا بقول لكم الطريقة دي هتنجز معاكم كتير، وكمان هنعملها من غير شواية. تمام. شوفوا انا بدخل التتبيله والبصل ازاي بصوابعي بزقها لجوه. حتى وانا بفتح الفرخه من في اول الفيديو هتلاقوا التتبيله واصله لحد العظم، لحد اعماق اللحم. وهبدا كده احط التتبيله بتاعتي ما بين الوراك وما بين وجوه البطن وهنا طبعا هفتحها من تحت خالص، من تحت الجلد ما بين الوراك والظهر زي ما انتوا شايفين كده. هاكد برضو عليها تفتيح. وهروح جايه برضو متبلاها، مش هسيب حته إلا لما اتبل الفرخه بيها. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي والفيديو ده جاب مشاهدات ما شاء الله كتير جدا على الفيسبوك، لان الطريقه دي محدش عملها قبل كده. وان شاء الله بقى يقترح هنا على اليوتيوب. هبدأ بقى ألف رجل الفرخة كده بخيط عشان ما تفكش مني وتبقى متكتفة كده وشكلها جميل. وهجيب بقى طريقة التسوية هتبقى هجيب ورق فويل هفرده كده وعليه ورق زبدة. تمام. وهحط الفرخة عليه. وهبدأ ألف الفرخة زي البونبونية كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نقفل عليها جامد جدا زي الفل. عايزه اقول لكم الطريقه دي بقى البخار بتاعها هو اللي هيسويها. هحطها بقى في البوتاجاز
في فرن البوتاجاز. تمام. ما خدتش منه نص ساعة تسوية. هنا مية البصل بقى هحط عليها شوية صويا صوص، معلقتين صويا صوص ومعلقة صلصة. وهنا كانت الفرخة استوت. عايزة اقول لكم ريحتها قلبت الدنيا وهي بتستوي. هنفتح عليها بقى كده وهنشيل الورق الفويل ده بالراحة خالص عشان هي مستوية لما شبعانة. والبهاريز اللي هي منزلاه ده التصافي بتاعة الفرخة، يعني الفايدة بتاعة الفرخة كلها. طبعا مش هنرميه، انا هصفيها في قلب بولة عشان هنحتاجه برضو دلوقتي. يبقى احنا كده قلت لكم البصل المعصور احنا احتاجناه في ايه؟ في دهان الفرخة مع الصلصة مع الصويا صوص. طبعا ما حطيتش توابل عشان التتبيلة كان فيها توابل، ودخلتها تحت الشواية وده كان شكلها. البهريز اللي انا صفيته من الفرخة بجيب بقى بالفرشة واروح جاية دهنة كده وش الفرخة عشان تلمع. هتهنها من كل الاتجاهات بقى. عايزة اقول لكم شكلها كان يفتح النفس، وطعمها طبعا كان تحفة. وهنا حطيتها في طبق التقديم، ويا رب الوصفة تكون نالت اعجابكم. وطبعا هنقدم معاها رز، هنقدم معاها خضار، هنقدم معاها آه، اي حاجة ممكن ناكلها بعيش، مفيش مشكلة. هنا بفتحها وبوريها لكم وهي مستوية جدا. شوفوا التتبيلة واصلة لحد فين. انا بوريكم بس التتبيلة واصلة لحد فين، لحد الاعماق جوه لحد العظم. ويا رب الوصفة تكون نالت اعجابكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واتمنى تنوروني على صفحتي في الفيسبوك. باي باي.